جسم المرأة محتاج رعاية خاصة سواء في سن العشرين أو بعد سن الأربعين. أي بنوتة أو أي ست عايزة شعر صحي جميل، بشرة نضرة، طاقة طول اليوم، بتسأل آخد إيه لشعري؟ إيه اللي يمنع التجاعيد والسلوليت اللي بتبقى باينة في جسمي أو الترهلات؟ إزاي أحافظ على صحتي بعد الأربعين؟ ودي حاجة مهمة جدا. الجواب مش في كريم صحي أو في كريم سحري أو كبسولة سحرية أو سيرم والحاجات دي كلها، الجواب في حاجتين ملهمش تالت. أول حاجة الفيتامينز والمعادن وهنقولها النهاردة باستفاضة. تاني حاجه الرياضه المنتظمه السهله سواء من البيت او بره البيت. لو واحده ناقصه من الاثنين صدقوني مش هشتغل بكفاءه عاليه. ومهم جدا ان احنا نراعيهم الاثنين. ضروري جدا تعمل لي سبسكرايب وتعمل لي متابعه، ان شاء الله افيدكم جدا النهارده. الجزء الاول وهو الفيتامينات الاساسيه للمراه. اول فيتامين معانا مهم جدا وكلكم بتبقوا مهتمين بيه ولازم نخلي بالنا منه، هو فيتامين د. ده بيحمي العظام وبيقوي المناعه، ونقصه شائع جدا عند السيدات. طيب مصادره، اهم مصدر ليه هو الشمس طبعا، وفي الاكل السلمون والبيض. ومع الرياضه فيتامين د زائد تمرينات مقاومه، ده افضل طريقه لمنع هشاشه العظام وتساقط الشعر. تاني حاجه فيتامين بي 12، ده مهم جدا للانيميا والارهاق، وبيحافظ كمان على الاعصاب ويخليك زي الفل. نقصه بيعمل تساقط في الشعر وبيعمل شويه ضعف تركيز، ومهم جدا ان احنا ناخده تبع استشاره الطبيب طبعا. طيب مع الرياضه البي 12 بيديكي طاقه تتحركي بيها وتستفادي من التمرين بدل ما تحس انك مرهقه دايما. فيتامين سي مهم جدا لانه بيحفز الكولاجين وبيقلل التجاعيد والسوليت اللي كل السيدات ما بيحبوهاش. مع الرياضه التمرين بينشط الدوره الدمويه، زائد فيتامين سي بيصلح انسجه الجلد وبيخلي البشره دايما مشدوده وجميله وبيمنع السوليت. الفيتامين اللي بعده هو فيتامين اي، ده مهم جدا جدا للبشره وللشعر وبيخلي جسمك جميل وبيحميكي جدا وبيحميكي من الاكسده. مع الرياضه بيقلل من تاثير التوتر التاكسدي اللي بيزيد مع الاجهاد البدني. الفيتامين اللي بعده طبعا البي 6، وده مهم جدا لان بيقلل اعراض البريود بتاعه السيدات. مع الرياضه تمارين خفيفه مع البي 6 بتقلل التوتر والانتفاخ قبل البريود، ودي حاجه مهمه جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو للقناه عشان يوصلكم كل جديد. فيتامين بي 9 اللي هو حمض الفوليك مهم جدا ان حضرتك تاخديه وتهتم بيه. طب ده موجود فين؟ موجود في السبانخ، موجود في البقدونس، في البروكلي، في العدس، في الفاصوليا. ده مهم جدا. اي ست بتخطط ان شاء الله للحمل لازم تاخد حمض الفوليك، ومع ممارسه الرياضه كمان بسيطه هيزود انتاج الدم وبيساعد كمان على طاقه اكتر وتركيز اعلى. طيب بعد كده فيتامين الف او فيتامين ايه، ده مهم جدا وموجود فين؟ موجود في الجزر، في البطاطا، في السبانخ، في الكبده. لازم يتاخد مع دهون صحيه عشان نستفاد بيه اكبر استفاده، زي الزيوت اللي هي زيت الزيتون وزيت الافوكادو عشان يمتص. طيب مع الرياضه بسيطه بيحافظ على النظر القوي وبيجدد خلايا الجلد بعد التمرين، وده مفيد جدا. ونيجي بقى للساحر او الماجيكو فيتامين كي. الفيتامين كي ده مهم جدا وموجود في البروكلي وفي الكرنب وفي السبانخ، مهم جدا لصحه عظم حضرتك وصحه البيبي. لازم استشاره الطبيب مع ادويه السيوله. طيب مع ممارسه الرياضه بيقلل الكدمات وبيحافظ على مرونه العظام والمفاصل وبيخليك قويه جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو للقناه عشان يوصل لحضرتك كل جديد. الجزء الثاني وهو المعادن الاساسيه لصحه وجمال حضرتك. اول عنصر معانا من المعادن هو الحديد. الحديد ده موجود فين؟ موجود طبعا في الكبده، موجود في اللحوم الحمراء، موجود في العدس، في السبانخ، في البنجر. امتصاص الحديد من الخضار بيتحسن جدا لما اخد معاه فيتامين سي، زي طبعا عصير البرتقال مع السبانخ. طيب ومع ممارسه الرياضه لو عندك نقص حديد هتحس بسرعه بالارهاق وضيق التنفس اثناء التمرين، فمهم قوي ان انا اخده بشكل منضبط طبعا تحت استشاره الطبيب. طب تاني معدن الكالسيوم. الكالسيوم من ضمن الاغذيه اللي موجود فيها طبعا الحليب، الزبادي، الجبنه، السردين، البروكلي. وخلي بالك ان الكافيين زي القهوه والشاي بيقلل امتصاص الكالسيوم. مع ممارسه الرياضه الكالسيوم وتمارين مقاومه زي السكوات افضل حمايه من هشاشه العظام ويحمي جسمك جدا من الهشاشه. طيب نيجي للعنصر الثالث المغنيسيوم. المغنيسيوم موجود فين؟ موجود في المكسرات زي اللوز والكاجو وبذور القرع، الخضار الورقي الداكن والدارك شوكليت. طيب بيقلل من التوتر وبيساعد مع نوم عميق وهيحسن جسمك جدا ونومك جدا. طيب مع الرياضه بيمنع طبعا التشنجات العضليه والارهاق في النوم وبيساعدك على الاسترخاء بعد التمرين. طيب نيجي للعنصر المهم جدا زي الزنك. الزنك موجود في اللحوم، موجود في الحمص، موجود في الكاجو، موجود في بذور اليقطين بشكل كبير جدا. الزنك اساسي لتقويه الشعر والاظافر والبشره ويحسسك بجمال بشرتك وشعرك. مع ممارسه الرياضه بيساعد على التئام الجروح وبيقلل الالتهاب بعد مجهود عالي. نيجي بقى للعنصر اللي كلنا بنحبه وهو السيلينيوم. السيلينيوم اولا موجود فين؟ موجود في الجوز البرازيلي، ده من اغنى المصادر فيه، والتونه والبيض والحبوب الكامله، ومضاد للاكسده قوي جدا وبيحافظ على مرونه الجلد وبيأخر ظهور التجاعيد
مع ممارسه الرياضه بيحمي العضلات من الاجهاد التاكسدي اثناء التمرين، وهيخليكي قويه جدا. ما تنسيش تتابعينا وتعملي سبسكرايب وفولو عشان يوصلك كل جديد. الجزء الاهم والاكبر، الاسئله الشائعه اللي كل السيدات بيسالوها. اول مشكله يا دكتور عندنا الخفسه، نعمل فيها ايه؟ الخفسه بيبقى بسبب ضعف عضلات الحوض الجانبيه، وملهاش اي علاقه او جزء رئيسي بالفيتامينات. الفيتامينات مع التمارين المقاومه بتبقى مهمه جدا ان احنا نعالج المشكله دي. زي ايه التمارين؟ زي السايد ليج ريسز وزي الهيب تراست، وانا هسيب لكم اللينك بتاعهم. تاني مشكله السيدات بيقولوا يا دكتور السلوليت نحلها ازاي؟ مهم قوي ان انا اهتم بفيتامين الاي والسي، ودول بيقووا الجلد مع التمرين، مع ان انا اشرب ميه، ده مهم عشان اوزع الدهون ويشد الجلد. ثالث مشكله طبعا التجاعيد المبكره، السيدات والبنات اللي فوق ال 30 وفوق ال 40 تحس ان هي عندها كرمشه في الجلد. مهم قوي ان انا اهتم بفيتامين الاي والاي والسي، مهمين من غير رياضه وتحريك الدوره الدمويه عشان نزود الكولاجين وده بيقلل سرعته. طيب بعد كده تساقط الشعر، ودي طبعا مشكله بتواجه ناس كتير وبنات كتير. مهم قوي ان انا اهتم بالبي 12 واهتم بالحديد والزنك، والرياضه بتحسن ضخ الدم لفروه الراس كلها. بعد كده المشكله الخامسه اللي هو التعب المزمن، محتاجه لو عندك تعب مزمن محتاجه تعملي تحليل الدي وبي 12 والحديد. لكن كمان الرياضه بتدي طاقه يوميه وبتقلل الكسل، ومهم جدا طبعا يبقى تحت استشاره طبيب. مهم جدا ان احنا ناخد معظم المالتي فيتامين وكلها اللي فاتت دي والمعادن، ولكن بصوره فرديه لو انا جسمي اصلا عندي مشكله معينه، وده لازم يبقى عن طريق استشاره الطبيبه بتاعت حضرتك او الطبيب بتاع حضرتك. طب في حاجه اسمها مالتي فيتامين، دي مهمه جدا لو انا اصلا رياضيه او غير رياضيه، او حاسه ان انا عايز احسن بشرتي وجسمي وشعري. ده بيبقى عن طريق حاجات معينه زي المالتي فيتامين. في اكتر من مالتي فيتامين في السوق، زي عندنا ليميتلس. طب لو حضرتك مش بتحبي الليميتلس الحبوب، في حاجه زي البونبوني، دي بتبقى ممتازه جدا وبتبقى حلوه جدا برضو من شركه ليميتلس، ودي بستخدمها على اهل بيتي. في اكتر من حاجه، في حاجه اسمها سنترم. سنترم ده ممتاز جدا ورهيب في البشره والشعر وجسمك، هتحس ان انت جسمك كله حلو جدا. وفي حاجه طبعا اللي انا قلت لكم عليها قبل كده اللي هي الويل وومن والويل مان، ده للسيدات، ده ممتاز جدا. طيب بعد كده لو انا عندي بقى حاجه يعني نقص فيتامين د لوحده، انا برشح طبعا دافليندي او حسب طبعا استشاره الطبيب بتاع حضرتك. وعندنا لو عندك مشكله في الاعصاب، عندنا مشكله في حاجه معينه، عندنا مشكله في الشعر والبشره، ففي اكتر من منتج موجود في السوق. ولكن انا بالنسبه لي ترشيحي اي مالتي فيتامين من اللي كانوا موجودين من البدايه معانا، زي الويل وومن او الليميتلس مثلا، ده ممتاز، او السنترم، حسب طبعا استشاره الطبيب بتاعك. وما تنسيش تعملي سبسكرايب ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل جديد. جمالك مش بيتقاس بوزن الميزان ولا بعدد مستحضرات التجميل اللي عندك في البيت، جمالك الحقيقي بيبدأ من صحتك، من كل أكلة بتدخليها جسمك وبتأثر عليك، ومن كل خطوة بتتحركيها، وده مهم جدا. الفيتامينات بتغذي بشرتك، بتغذي شعرك، وكمان مناعتك. الرياضة بتديك القوة والثبات والجسم المشدود والمنحوت اللي شكله حلو، اللي بيشبع أنوثتك. لما تغذي نفسك صح وتتحركي بوعي، مش بس هتبني أصغر وأجمل، لا بالعكس، لكن كمان هتحسي بطاقة مختلفة، ببهجة أنوثية من جوه لبره. خلي جسمك صديقك، اهتم بيه وهو هيرجع لك احلى نسخه من نفسك. ما تنسيش تتابعينا وتعملي سبسكرايب وفولو عشان تتابعي كل جديد.